الزوج ده رجع من شغله متأخر غير كل يوم. بيفتح باب البيت لقى زوجته قاعدة بتقاوم النوم يا عيني، وحاطة الولد على رجلها. أول ما شافته قالت له أنا قلقت عليك، أنت اتأخرت كده ليه؟ قال لها معلش غصب عني، لأن النهاردة اشتغلت شغل إضافي علشان كده اتأخرت، وتليفوني فصل شحن معرفتش أتصل بيكي. أنت ما نمتيش ليه لحد دلوقتي؟ قالت له أنا ما أقدرش أنام وأنت بره، مين يجهز لك العشاء؟ قال لها يا ستي ما تشيليش همي، لما اتأخر تاني ادخلي نامي وما تشيليش الهم، هروح أسخن لك مية عشان تاخد دش. فدخلت نيمت الولد وسخنت له ميه وجابت له الميه، دخلت سوت الاكل وعملت كل حاجه وحطتها له على السفره. فجي بيقول لها تعالي كلي معايا، قالت له انا اكلت من بدري. طلع لها فلوس الشغل الاضافي وقال لها خدي الفلوس دي ليكي. قالت له انا مش هاخد حاجه، انا هشيلهم للزمن، هحطهم في الحصاله. خلص اكله فبتقول له انا هقوم حالا اغسل الاطباق. قال لها تغسلي ايه؟ انا اللي هعملهم، انت كتر خيرك تعبانه معانا اليوم كله. قولوا لي يا جماعه، هو في ناس كده فعلا؟ جوزك بيعمل معاكي كده وبتعملي معاه كده؟ اتمنى ان يكون في كده. منتظره ردكم في تعليقات.